احنا في معرض انتل ايسيف 2014 بنصور فعاليات المعرض وبنصور المشاريع بتاع الطلبه عشان تبقى قدوه لبقيه الطلبه يبتدي يفكروا ازاي يعمل بحث علمي وازاي يعمل مشروع. فاحنا بنصور المشروعات ديت عشان تبقى قدوه لكل الطلبه عندنا. تمام. طيب خلاص خلاص اللي عليه طالب يسال مدير فكره عنه. فين الطالب اللي ماسك الصباح؟ ازيك يا اخبارك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. سلم لي عليها كتير قوي. ماسك المشروع ده اهي هي دي. ادينا فكره عن المشروع. انا اسمي جاد خالد فوزي من محافظه الشرقيه. جاد خالد فوزي من محافظه الشرقيه اولى ثانوي. انا البحث بتاعي بيتكلم عن سلبيات التعليم والاعراض الاكتئابيه لدى المراهقين. تمام. بتكلم فيه عن سلبيات التعليم اللي انا فرضت ان هي سبب لاعراض الاكتئاب لدى المراهقين الموجودين. تمام. انا جات لي فكره البرنامج نفسه عامه اخدتها لما كنت مع زمايلي وكنت بفكر طب هي ايه الاعراض الاكتئاب دي. لما بدات ابحث وكده لقيت اعراض اكتئاب يعني ممكن بتشمل بطريقه بسيطه تشاؤم، حزن، غضب، ضيق، مش عارفه كده يعني زياده او نقصان في الوزن، مش عارفه قله الاهتمام، الشعور بالفشل. ايه الحل اللي انت ما كده المراهقين عندهم اكتئاب عشان الاحباطات اللي بيعملوها. ايه الحلول اللي انت ايه الحلول الابتكاريه اللي انت حضرتك افترضتيها الفروض بتاعتك؟ الفروض بتاعتي كانت بتتكلم عن 3 فروض. الفرض الاول كنت بتكلم يعني بفترض ان في فرق هيحصل فرق في الدرجات لما نشوف اعراض الاكتئاب قبل تنفيذ البرنامج اللي هو حل المشكله وبعد تنفيذ البرنامج. ماشي. والفرض الثاني بنفترض ان في فرق برضو في سلبيات التعليم بتاثيرها باعراض الاكتئاب لدى المراهقين قبل وبعد تنفيذ البرنامج. الثالث بقى بيتكلم عن البرنامج. بيتكلم بفترض ان البرنامج او حل المشكله ده هو اللي هيقضي او يعني يشيل نسبه كبيره قوي من اعراض الاكتئاب لدى المراهقين. ايه الحل؟ تمام. الحل انا افترضت ان الحل ممكن يبقى عباره عن كذا مرحله. المرحله الاولى ان احنا نعمل لقاءات. انا حددت العينه بتاعتي 25 عينه طالب وطالبه يعني 25 دول اعمارهم بتتراوح من اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي. فالحل كان عن عده مراحل. المرحله الاولى كنا بنعمل لقاءات. اول 3-4 لقاءات كده كنا بنكسر الحاجز بيننا وبين العينه. يعني انا كنت بكلمهم بنتعرف على بعض، احنا بنحب ايه، مش عارفه ماده ايه اللي بنحبها اكتر وكده. فكنا بنكسر الحواجز في اللقاء بس. وبعد كده المرحله الثانيه اخذنا كورسات تنميه بشريه في فرقه عمار لو حضرتك تعرفها. اخذنا كورسات تنميه بشريه عن مواضيع كتيره عشان الاكتئاب ده مرض نفسي لازم يتعالج. وهتلاقي النفسيه بتاعت المكتئب، الشخصيه المكتئبه عندها مشاكل نفسيه كتير. يعني محاضرات تنميه بشريه هي رفعت مستوى التفاعل مع الطلبه وقللت من مستوى كده ورفعت من جميل موضوع التنميه البشريه وجميل وده من ورش العمل الموجود. ماشي. ايه تاني اللي اشتغلناها؟ احنا لسه هنمر على مشروعات تاني. المرحله الثالثه والاخيره اني انا افترضت ان لو اي واحد عنده اكتئاب ممكن نص ساعة يفضيها من وقته عشان سلبيات التعليم ووراه مذاكرة كتير والمواد مقدسة. ممكن ينزل لأي جمعية خيرية يشتغل فيها تطوع، بيتكلم مع الناس، يتواصل معاهم. طب انت لما عملتي قبل وبعد جابت نتيجة؟ بالظبط كده. الرسومات بتاعت قبل وبعد البرنامج. قبل كان 84% عندهم اكتئاب و16% ما عندهمش اكتئاب، يعني 3 بس كنت حطهم في العينة ما عندهمش اكتئاب. جميل. بعد التنفيذ خالص بعد ما خلصت البرنامج كله كان طلع عندي العينه اللي عندهم اكتئاب كانوا 12%. والعينه اللي ما عندهمش 88%. شوفي اتمنى ان انت تنفذي ده في الاداره. شكرا يا جاد. اتفضل حضرتك. ممكن تكلمينا عن المشروع بتاعك؟ انا اسمي رضا مصطفى. لا علي صوتك. انا اسمي رضا مصطفى مدرسه سان بيتر. المشروع بتاعي عن تطوير الاطراف الصناعيه. الرياضه عموما في المعاقين موجوده في جميع انحاء العالم، بالذات اللي عنده رجل مقطوره. ما عدا رياضه واحده تعتبر رياضه الباتيناج. دي تعتبر من الرياضات المهمه وفي نفس الوقت مش مهتمين بيها.
مفيش حد في العالم عمل رياضه باتيناج. انا بتدرب باتيناج وعندنا حد من صحابنا رجله اتبطرت وكان بيلعب معانا، فكرت ازاي اساعده. قلت ان انا اعمل باتيناج دي، وفعلا الموضوع اتحسن ان انا استعملت هنا تحت. المفروض فوق الركبه نوعين، فوق الركبه وتحت الركبه. فوق الركبه مش هينفع، حاجه شبه مستحيله. يعني انت الفكره بتاعتك الاساسيه زي الطلبه المعوقين اللي هم عندهم باتر، ازاي يندمج في الحياه وازاي يمارس الحياه وازاي يعمل رياضيات، يلعب رياضه ويقدر يندمج في الحياه. بالظبط. انا كمان المشروع بتاعي ان انا اخلي معاق يلعب رياضه مفيش حتى الشخص الطبيعي يقدر يعملها. ان هو كده انت بتعمل حاجه انسان طبيعي مش عارف يعملها، انت تعمل احسن. جميل، برافو برافو برافو. لا مشروع رائع، ربنا يوفقك. هنشوف انا طبعا محمد كامل من السويس، من قسم بتروكيماويات. دلوقتي المشروع بيتكلم عن الزهايمر. الزهايمر بيصيب فئه كبيره جدا من الناس خصوصا فوق ال 60 سنه، واخر ما توصل اليه العلماء في اسباب الزهايمر هي ان تراكم ماده البروتين باتر مطويه على الخلايا المعصبيه بتؤدي الى ضعف المخ، وبالتالي فقدان الذاكره والتاثر على الحياه اليوميه. انا فكره المشروع بتاعي علاج مرض الزهايمر، العلاج النفسي بدل من العلاج الطبي، لان العلاج الطبي ليه اثار جانبيه على المريض الزهايمر التشخص. فالعلاج الطبي العلاج النفسي بيتم عن طريق عمل كورسات لمريض الزهايمر، بيتم فيها كالاتي: رقم 1 استخدام القرآن الكريم في تنشيط الذاكرة، لأن أثبتوا العلماء أن القرآن الكريم عندما يستمع عليه بانتظام بيفرز الجسم مادة بتؤدي إلى تنشيط الذاكرة. رقم 2 الماضي بالنسبة لمريض الزهايمر شيء كم مهمل، محدش بيقدر يسمعه. بنعمل تنشيط للماضي يعني. بنعمل تنشيط للماضي، لأن هو من خلال دراسات ودار المسنين وجدتي اكتشفت إن مريض الزهايمر متذكر الماضي بنسبه اعلى كبيره جدا من الحاضر. فابتديت ان انا اتكلم معاه عن التفاصيل في الماضي اللي ممكن اي حد ما يتكلمش. ايه تاني؟ رقم 3 اللي هي ايحاء المريض ان هو مش مريض اصلا. ده بيساعد على تحسين حالته النفسيه وبالتالي التنشيط الذهني. طب انت لما عملت الثلاث برامج دول اثبت ان الكلام ده صح؟ ايوه جربت على الناس وعملتي رسم المخ والكلام ده اثبت فعلا ان لو طبقنا الثلاث برامج دول فعلا المريض هيرفع من مستوى الكفاءه بتاعته ويرفع مستواه. خلال التجربه كمان كانت نسبه النجاح كام في المية؟ كان نسبه النجاح هي لحد دلوقتي انا ما وصلتش التجربه، بس لحد دلوقتي حوالي 68%. برافو برافو. اتمنى لك التوفيق باذن الله وتاخدي هو انا مش انا مشرف وهنصور دوت وهنرفعه على اليوتيوب وتشوفوا نفسكم على اليوتيوب صح؟ وهتقول المعرض معرض علوم الهندسه 2014 هتلاقي على اليوتيوب وهتشوفي نفسك على اليوتيوب. اتفضل. ميموري ده للحد من البطاله، ده مشروع لحد البطاله علوم سلوكيه. يعني ده المشروع ده بيتكلم عن حد من البطاله وعلوم سلوكيه، ازاي الطلبه كلها تتكافل بحيث نرفع بحيث نعمل. ممكن تكلمينا عن المشروع بتاعك؟ انت مشروعك ده؟ بس ثانيه ممكن سمعت يا لا تعرف انت تكلمي عشان الوقت بس. باختصار عشان الوقت. الميموري ده بتاعك صح؟ الاسم والمشكله والحل عشان الوقت هتلف على المشروع كله. يسرا احمد نوح من علاء. احنا المشكله بتاعتنا كانت عن حاجه في الذاكره، عايزين نعرف مين ذاكرته اقوى وازاي نعمل اختبارات للناس عشان نعرف مين ذاكرته اقوى وانواع الذاكره المختلفه والزهايمر وحلول ليه، لان الزهايمر ملوش علاج، فاحنا الوقايه تبقى احسن، يعني على الاقل يبقى فيه وقايه حتى لو مفيش علاج. بس ايه الحل؟ لا هو الزهايمر ملوش حل. الحل في اكل بيعمل زهايمر، وعملنا فورميليشن كده حاجات تدخل في المناخير بالبروكلي عشان في ناس كتير مش بتحب البروكلي، الزهايمر يقل شويه. في العاب تقوي الذاكره. يعني انت عملت برامج عشان ترفع مستوى الذاكره ومستوى كفاءه الذاكره. النتائج كانت عامله ايه النتائج؟ النتائج تمام، يعني هي يعني 50% 60% 70% عشان اثبت البرنامج بتاعي صح؟ صح؟ الكلام ده يعني؟ شويه. ايوه خلاص ماشي، نتمنى لكم التوفيق باذن الله. ماشي. فين هم الطلبه بقى؟ ماشي. عاوزكم تقولوا الاسم والمشكله والحل عشان لسه ده هنرفعه على اليوتيوب باذن الله. انتوا مالكم في ايه؟ أنا اسمي سارة حسام. أنا اسمي سارة حسام. احنا البروجكت بتاعنا على inattention blindness.
Inattention blindness mean it's a failure to notice لا unexpected. كلمة عربي مش لازم انجليزي، يعني احنا في الوطن العربي دلوقتي كلمة عربي. قول المشكلة بتتكلم عن كده، بتعرف تتكلم عربي ولا صعب؟ انت مش عارف المشكلة بتاعتك بالعربي؟ صعب يعني؟ اوكي ماشي. النور برضه مش خلاص قولي بالانجليزي. اوكي اوكي ممكن اشرح. في نوعين من الاشخاص. inattention blindness بالعربي يعني العمى غير مقصود. ايه؟ العمى الغير مقصود. ماشي. ففي نوعين من الاشخاص. النوع الاول ان هو لو انت مركز على حاجه كويس قوي ممكن تشوف اللي حواليك وتعرف هما بيعملوا ايه وتلاحظهم. النوع التاني لو انت بتركز على حاجه قوي ممكن ما تشوفش اللي حواليك، بتقفل كل حواسك. طريقه تانية بتقفل كل حواسك وبس بتركز في اللي انت بتبص فيه، او مثلا بتسمع من سمع بعيد مثلا، او بتركز في حاجه قوي. مثلا اكنك مثلا بتسوق مثلا عربيه وبتستخدم الGPS معاك، فممكن مثلا تفوت اليمين او الشمال او الاتجاه بتاعك عشان انت مركز قوي في الGPS. بس فهو البنفيتس بتاعته ان هو بيعمل بلوك اوت ال unimportant stuff في المايند بتاعك، بس بيعملك receiving. المايند بتاعك بياخد receiving the important stuff بس ممكن sometimes it's harmful عشان لما humans are overloading for concentrating لما بيعملوا هما overloading هما ممكن يعملوا missing important stuff، فده harmful. فاحنا بنقول لكم كadvices من عندنا تعملوا brain activities enhancer زي relaxation, spa massage, going to play, gym, at least stop drinking a lot of coffee. So this is what we wanted to tell you. المشكلة والحل. اسم ايه المشكلة وايه اللي خلاك تفكر في الحل ده؟ نظرية هندسية يعني انت مثلا انا من صوت الرياضة قوي. ماشي علي صوتك. يعني انت هتقول الاسم والنظريات في الهندسة. انت عملت نظرية هندسية جديدة. ماشي، ايه اللي خلاك عملت نظرية هندسية جديدة؟ يعني انا عشان عاوز اعمل نظرية يعني بدور على حلول افضل. يعني النظريات الموجودة مثلا كانت بتعالج 1 2 3 4، انا عملت نظرية عشان ادور على حل اسهل، حل ابسط. ده الهدف من النظرية. اتفضل بقى. انا اسمي احمد عاطف. علي صوتك بس كده. اسمي احمد عاطف شكشك. من وانا صغير كنت بحب الرياضة قوي، خاصة الهندسة. تمام. وكان في مسائل كده بتيجي صعبة، حلولها صعبة. تمام. فبدأت افكر في النظريات ديت علشان انا كنت حلول اسهل لي. تمام بالظبط كده. فعملت نظريتين واربع نتائج. النظرية الأولى نظرية نقاط المضلع. أي مضلع هندسي متصل. الضلع ولا معدل أضلاع نور مجموع أبعاد أي نقطة تنتمي للمضلع أضلاعه هتساوي قيمة ثابتة. القيمة الثابتة هتساوي نص اللي هي نون ذات 180 على نور. والنظرية الثانية بتقول الدائرتين ممستين مستقيمين متقاطعين المسافة بين مركزيهما يساوي نقط 1 زائد نقط 2 قط ثيتا على 2. حيث نقط 1 ونقط 2 هم أنصاف أقطار الدائرتين، وثيتا هي الزاوية الموجهة من جهة الانخفاض. يعني هل ممكن تتواصل مع المواقع اللي بتتكلم عن الرياضيات، الجمعيات اللي بتتكلم عن الرياضيات سواء مصر او داخل مصر، عشان يبتدوا يتبنوا النظريات بتاعتك دي وتبقى النظريات دي باسمك؟ هل سجلت النظريات دي؟ سجلتها؟ طيب يبقى لازم تتواصل تشوف المواقع الخاصه، في لا يقل عن 15 موقع خاص بالرياضيات بيهتم بالرياضيات. في موقع كتير نشر النظريات على النت. بالظبط كده لازم كنت تتواصل معاهم. شكرا. وتراكم الطمي على السد العالي. طبعا ده اللي بيقلل عمره من 500 سنه ل 250 سنه كذلك. الطمي بتاع السد العالي دوت فيه كميات كبيره جدا من الدهب، فاحنا عايزين نستخرجه وفي نفس الوقت نشيل الطمي. فاحنا هنستخرج الطمي بالطرق العاديه او بطريقه احنا كنا عاملينها ان احنا هنعمل ترومبة شفط وهيبقى فيها زي ماسوره نازله بالظبط فوق مستوى الطمي بحاجه بسيطه.
هيبقى فيها مواتير دفع ومواتير شفط ومواتير تعكير. هتعكر الميه وتشفطها، تطلع على الطرمبه تصفيها، يفضل الطمي عندنا ويت شويه. بعد كده المشروع بتاعنا ان احنا هنعمل شبكه عباره عن مربعات جنب بعضها، كل ضلع من المربع دوت عباره عن 2 مش ضلع واحد ومقفول من تحت. الضلع دوت فيه الزئبق بحيث ان احنا نقدر نجمع الطمي بره ونعمل عمليه فصل ليه ونستفيد بالذهب. يبقى كده رفعنا الاقتصاد المصري، فصلنا الذهب وفصلنا المواد المشعه، فصلنا الاراضي وشغلنا مشروعات. تمام. والزئبق بيعمل مع الذهب حاجه اسمها مملغم. المملغم ده بيبقى الذهب والميركوري كتله واحده. تمام. بعد ما يتكون كله عندنا في المربعات بتاعه الشبكه، هناخد الامالجم دوت ونحطه في غرفه محكمه، علشان طبعا البخار بتاع الزئبق ده بيبقى سام جدا. فاحنا هنركب عليها مرشحات من فوق ومروحه عكس اتجاه الهواء، بحيث ان هي هتنزلها في الماسوره اللي احنا عاملينها مواجهه للمروحه. والماسوره ديت هيبقى فيها زي رشاشات الميه بتاعه الحديقه. انت عملت التصور، انت حضرتك التصور برافو. وهينزل يا ريت ننفذ حاجه زي دي، قبل تنفيذ حاجه زي حاجه صغيره كده عشان يبقى تطبيق عملي بيه. ماشي؟ هو انا طبقتها سينما 4D سيميوليشن. مشروع علشان يحل مشاكل المفيش سستينابيلتي في مصر، مفيش افوردابيلتي في البرايسز بتاعت الهاوسز الموجوده دلوقتي، وزاره السلامز في مصر. فان احنا بنستورد اغلب الموارد بتاعتنا من بره، ان احنا سايبين كل الموارد الطبيعيه الموجوده في مصر زي الصحراء الواسعه، زي وجود الشمس بشكل كويس، حاجات زي كده وما بنستخدمهاش في مصر، بنستورد حاجات من بره. فاحنا فكرنا ان احنا نعمل بيت يكون بيعالج كل ده، بس ان احنا نستخدم فيه كل حاجه من مصر، يكون معتمد على نفسه ذاتيا في كل حاجه، نستخدم الناتشورال سورسز علشان كمصادر للطاقه او كده. فاحنا اول حاجه عملنا البيت من الحجر الجيري، واستخدمنا الكهرباء من السولار انرجي، استخدمنا الاندر جراوند ووتر وعالجناها بمشروع تبع فريق اسمه ماجنتايزرز، ان احنا بنعمل زي ماجنتيك فيلد حوالين التيوبس، بحيث ان يخلي الهيفي ميتالز اللي في اندر جراوند ووتر تترسب، فتبقى الميه نقيه وتصلح للشرب. هنستخدم برضو دريم كاسترز جروب، المشروع بتاعهم هو مشروع علشان ينقي الصرف الصحي، يحولوا الميه لإيريجيشن ووتر، بحيث ان احنا المخلفات العضويه مع الشجر المتساقط وحاجات زي كده نعمل بيه كومبوست، نعالج الارض اللي هنزرع عليها وكده، ونستخدم الميه عادي ان احنا نعمل irrigating يعني للارياز الجرين ارياز اللي عندنا في البيت. هنعمل زي بالم تريز وجزورين تريز مصدات طبيعيه للرياح والرمال في الصحراء. البيت تكلفته قليله، هو 37,000 تقريبا، وكان في الاول خالص حاجه و90,000. احنا هنعمل البيت على شكل فاوتس، وهنعمل كروس فنتيليشن بحيث ان احنا نستغني عن اي تكييفات وحاجات زي كده، فيقلل في الكهرباء اللي محتاجينها في البيت وبس. فكرته هو في مشاكل بتقابلنا في مصر ان البيوت دلوقتي عمرها الافتراضي
دي قليل، ما بتستحملش وبتتكسر بسرعه، واي كارثه طبيعيه ممكن تدمرها. وكمان ان هي ما بتبقاش صحيه مع البيئه او مش صديقه للبيئه. فاحنا فكرنا ان احنا نطور مشروع، ودوت نموذج عمراني يعني نموذج للعمران الصديق للبيئه. البيت دوت حاولنا نطور فيه بحيث انه يبقى مستقل في الطاقه، مستقل في الميه. فهنا في هنا سولار بانل او عشان الطاقه الشمسيه، وفي توربينه رياح افقيه عشان تاخد الهواء من كل الاتجاهات. عاملين طوب البيت من الطوب الصوف عشان 37% اقوى. خرسانه البيت الترا هاي بيرفورمانس كونكريت 60% اقوى وضد الرطوبه والصدى. عندنا شكل البيت عامل كده عشان الشمس في المناطق الحاره تعكس الشمس عشان الحراره جوه البيت. هنا ده هرم حلوان عشان ياخد الرطوبه من الهواء يحولها لميه، عشان لو في مناطق ساحليه او فيها رطوبه عاليه دوت عشان نجمع المطر، عشان لو في بيئه مثلا فيها مطر نستغله ونستفيد فيه. بالظبط في بيت واحد، ونوفر بيئه تدعم بقى الابتكار وروح الرياده، ونوفر ارقى. احنا مؤمنين بحاجه ان احنا نقدر نوفر ارقى مستويات الحياه في بيئه او في بيت يسمى برضه اخضر واقل اثار ضرر للبيئه. حاولت تخاطب وزاره الاسكان بحيث والله هو شركه المقاولين العرب كانت عارضه على المدرسه بتاعتنا ان فيها تاخد كذا مشروع من ضمنهم مشروعنا وتنفذهم في الحقيقه، بس الميعاد اتاجل شهر 3 يوم 10. لسه ما حصلناش اخبار الصراحه عنه. ربنا يوفقكم. امين يا رب. المشكلة زحام المرور. اسمعنا نبيلة خالد الشرواني. المشكلة زحام المرور. الحل ان احنا نستخدم الارتفاعات كطرق اضافية مع الطريق كوسائل المواصلات. شرح الفكرة؟ الحل ان هيبقى في عربيه بتطير على ارتفاعات مختلفه في الشارع، هنقسمها ل3 مسارات، واحد رايح وواحد جاي في نص هبوط. ديت المسارات الافقيه فوقهم رأسية 3 ارتفاعات 15 متر ما بين كل واحده والثانيه، ما بين كل مسار والثاني 5 متر. هتبدا السرعه بتتناسب طردي مع الارتفاع، هتبقى سرعه المسار الاول اقل من سرعه الثاني اقل من سرعه الثالث، وهيكون فيها جهاز بيحدد الارتفاع، لان المسارات دي هتبقى وهميه مش باينه. هتبدا من اول ما يجي مثلا عند 14:30 هتبدا تديله انذار ان هو كده بدا يخرج من مساره، فهيبدا يرجع تاني. فيها جهاز تحديد الموقع عشان تحدد الموقع اللي هي هتروحه، ان كان في تقاطعات ولا كده هتقدر تقف من خلال المروحه اللي زودناها من فوق في الهواء قبل ما الثانيه تنزل. وهي بتنزل هتبقى في مسار هتنزل سقوط حر، فتنزل من خلال المروحه هتبدا تقاوم الهواء عشان تنزل للارض. صور مشروع مستر صور معاك عشان يبقى له علاقه. انت تبع الاسماعيليه صور المشروع ده هنا؟ طيب طب حضرتك ممكن تشرح لنا المشروع بتاعه؟ تعالي هو اي حد منهم يشرح. لا انت حضرتك تصور معاهم تبع محافظه الاسماعيليه. خلاص انا صورت يلا هي تشرح. خلاص ماشي. بص هو عامل جهاز انذار بيتحط في الكرسي بتاع السائق من ورا. الجهاز دوت لو مثلا السائق دوت عنده القلب، لو نبضات القلب ارتفعت عنده حاسس ان هو قلبه هيقف، العربيه بتبدا ان هي تقف لوحدها. لو السكر ارتفع عنده العربيه بتبطئ سرعتها لوحدها عشان لو راح في غيبوبه العربيه تقف لوحدها. يعني هو رابط وتدي اشاره لاقرب مركز اشاره. جميل. ساعه يفعل الاشاره. مين ده؟ حسام فرح. مين صاحب المشروع؟ انا. تاني؟ لا اسم المشكله الحل. اسم المشروع بتاعي تقليل نسبه الرصاص الناتج. اسمي مروه محافظه الاسماعيليه. عايزه اقلل نسبه الرصاص المسرطنه للجسم وللمخ اللي هي لها 8 امراض. نسبه الرصاص دي بتعمل تخلف عقلي، بتعمل تلف في الاعصاب المركزيه، بتعمل فقد في الابصار، نوبات صرع، سرطان في الجسم. الحل بتاعها ان انا استبدلها بماده ثانيه اللي هي ماده هيدروكربونيه بنحط فيها كربون يعني، بس الكربون مضر. هيدخل معامل يتقيم يتبخر وتعمل له عمليه تبخير نفتالي، واخد منه 2 جرام واحطهم لي بنزين لكل لتر بنزين عشان ما يطلعش عوادم. لازم مع كل مشروع لقطه انا وانت عشان يبقى لها علاقه. دي موسوعه فيديو ايه؟ فيديو ناهيه. وبالتالي لازم يكون في عنصر من ناحيه طبعا. اتفضلوا. ممكن تقول الاسم المشكله الحل. أنا اسمي نهلة زكريا محمود من السويس.
مشكلتي هي ان الوقود هيبدأ في التناقص والنضوج من بداية عام 2020، وده طبقا لما اعلنته الوكالة الدولية للطاقة. فبدأت افكر ايه هي البدائل اللي ممكن نستخدمها في السيارات بدلا من الوقود. فلقيت فعلا ان العلماء والشركات السيارات اتجهوا هذا الاتجاه وبدأوا ينتجوا السيارات الكهربائية اللي في منها 3 انواع. اما بتشتغل بالخلايا الشمسية ودي اسعارها غالية جدا ما نقدرش نستخدمها هنا، او بتشتغل بالشحن ومدة شحنها 7 ساعات. مش منطقي ان قبل ما انزل اشحن العربية 7 ساعات. ايه الحل بقى انت عملت ايه؟ الحل ان انا عملت سيارة كهربائية بتستخدم نظرية فاراداي لحث الكهرومغناطيسي، ان لو قطع سلك مستقيم خطوط فيض بينتج عن ذلك تيار كهربائي. فانا هنا في الماكت عامله، عشان ده ماكت، عامله سلك موازي لسطح الارض عمودي على خطوط الفيض، ومجرد ما العربيه تمشي هيبتدي يشحن لوحده، هيبتدي تشحن العربيه، وبذلك هستخدم الطاقه الكهربائيه دي واخزنها في سريان العربيه نفسها، مش هحتاج وقود. جميل جميل، شكرا يا ألفا. شكرا. أنا اسمي رضوى رضا في ثانية ثانوي مدرسة فيزا بنول القاهرة. المشروع بيتكلم عن مشكلة الطاقة وإن هي على حلول عام 2017 هيحصل أزمة كبيرة سواء بنزين أو غاز طبيعي. في دول عملت سيارة بالكهرباء أو غاز طبيعي بس واجهوا مشاكل، وفي دول راحت الكتلة الحيوية وإحنا لغاية دلوقتي متحركناش. فأنا بسأل وير ار وي، إحنا فين من الدول دي؟ الناس اللي هناك في البرازيل متحركين من 1970 وإحنا لغاية دلوقتي عددنا بيزيد ومتحركناش. حصلت أزمة في البنزين من فترة وكانت الدنيا واقفة خالص. طب هنعمل إيه بعد آخر برميل نفط في العالم؟ قلت هنروح للوقود الحي، هو عبارة عن نباتات بنعصر منها وناخد الزيت ونمشيه في العربية. الوقود ده النبات بيختلف الوقود بتاعه، الزيت بتاعه كويس أو مش كويس بيحدد كفاءة الموتور. فأنا رحت لنبات اسمه جوجوبا. الجوجوبا ده الزيت بتاعه كفاءته أعلى من السولار، دي مظبوطة، بس محدش بيستخدمه كوقود حي. لان هو سعره غالي وبيعمل ضوضاء في الحركه اثناء ما تمشي بالعربيه. فهنخلطه بايثانول مستخرج من قصب سكر. انا جبت عصير قصب وعملت له تحليل والغاز ده اسمه ايثانول. يعني انت بتعالج مشكله الجوجوبا في التوليد في المسيره العربيه، فبتختار الايثانول بحيث يبقى بالتالي يبقى في عندنا بدائل للوقود البنزين نستخدم معاه الوقود الحيوي. برافو، جميل جميل، شكرا يا أسف. فكرتي كلها بتتكلم عن حوض اسم المشكله وماشي. انا عبد الرحمن احمد سميع من اليوبيه 16 سنه. فكرتي كلها بتتكلم عن حوادث العربيات، ازاي احمد حادثه من العربيه. الفكره دي جات لي من 3 سنين كده، كنا ماشيين وعملنا حادثه، فكرت ان احنا عايزين نشتري حاجه تمنع الحادثه. دخلت دورت ما لقيتش اي حاجه، ابتديت ساعتها ما كنتش لسه اعرف انتل ولا ايسف، ابتديت اشتغل على حاجه تمنع العربيه من الحوادث. فكرت في الاول في جهاز يشتغل بالالتراسونيك والليزر، بس الجهاز ده فشل عشان الليزر لازم ينعكس، الالتراسونيك السرعه بتاعتها مش عاليه قوي. غيرت الفكره دي، حطيت رادار وكاميرا. الرادار مثبت على جميع جهات العربيه، الكاميرا مثبته في الامام والخلف، وحطيت حاجه جديده اسمها واي ماكس. الواي ماكس ده حاجه زي الواي فاي، بتطلع برضو ارسالات وبتعمل كونكشن، بس الرينج بتاعها اعلى، لازم توصل 50 كيلو. الواي فاي 100 متر، السرعه بتاعتها اعلى والدقه بتاعتها اعلى، وكمان ما بتتاثرش بعوامل باي شبكات محيطه بيها زي موبايل او تلفزيون او كده. المهم العربيه تكون ماشيه في الطريق على مسافه 50 كيلو، بتكون شايفه كل حاجه حواليها، بتكون عارفه كل عربيه ماشيه، كل قطر ماشي، كل موتوسيكل ماشي، كل حاجه ماشيه حواليها، السرعه بتاعتهم، اتجاههم رايحين فين، كل حاجه على العربيه. الجهاز بيبتدي شغله الحقيقي على مسافه 300 متر. لو هو ماشي على 300 متر، لو في حاجه قصاده السواق ماشي، لو مسافه 300 متر السواق ماشي على سرعه عاليه،
السواق ماشي على سرعه عاليه والحاجه اللي قصاده يعني هيخبط فيها، هيديله اشاره ضوئيه بس. ما انتبهش السواق هتديله اشاره صوتيه. لو ما انتبهش اكتر السواق هيبتدي الجهاز كده يتحكم في عمل العربيه لوحده. يعني من اول 50 متر يعني عامل 3 مستويات للامان بالنسبه للشخص السواق، بحيث ان سواء انذار ضوئي انذار صوتي يبتدي عشان يقدر يحافظ على سلامه السواق، ده الاساس بتاعه. تمام. جميل، برافو، شكرا على فكره. برافو. تقول لنا الاسم والمشكله والحل. اتفضل. بس معرض 2014. اتفضل. اسمي سميرة رمضان. أنا بتكلم عن مشكلة انقطاع التيار الدائم، وأن أنا عايزة أطلع الكهرباء من طاقة متجددة. فأنا قررت إن احنا نطلع الطاقة من الطاقة الحركية. الطاقة الحركية من أكتر الطاقات الموجودة ومتوفرة، ولكنها برضو مهدرة. فاحنا قررنا، أنا قلت إيه السبب إن احنا مش بنعمل الدائرة الكهربائية دي. فانا لما شفت لقيت ان الافشنسي بتاعي او كفاءه الدايره عامه بيبقى 60% بس، فبيبقى في لوزز كبير جدا حوالي 40%. فانا دخلت على الدايره الكهربائيه بروسيسور زي بتاع الكمبيوتر بالظبط، بس الفرق فيه ان هو بيبقى عليه سنسور والسوفت وير بتاعه بيبقى محطوط عليه فولتج معين انا عايزاه عشان اشغل عندي البيت كله. فانا لما دخل السنسور ده مهما كانت حركتي ضعيفه او قويه هو بيديني الفولتج اللي انا عايزاه. دلوقتي الابلكيشنز اللي ممكن يستخدم فيها الجهاز ابلكيشنز متعدده جدا. انا كنت عن نفسي كنت عاملاه وكنا هنطبقه عندنا في المدرسه زي جيمانيزيوم صغير بنشغل بيه المدرسه كلها. لكن الموضوع كبر معانا لدرجه ان احنا كنا عايزين نوصله للمناطق النائيه زي مثلا ممكن اهل الريف، لان هم دول اكتر ناس متضرره بسبب الكهرباء وعدم انقطاع التيار الدائم عندهم، او اساسا ما فيش كهرباء واصله لهم. فممكن احنا نستخدم حركه الحيوانات عندهم هناك، زي فكره الساقيه. دلوقتي الحيوان ما بقاش ليه حركه كتيره في الارض بسبب ميكنه الزراعه. فاحنا قررنا ان احنا ناخد حركه الحيوان نولد منه كهرباء. المواتير بتاعت الاراضي كلها اللي بتبقى في الاراضي الزراعيه تشتغل على الكهرباء ان الحيوان بيطلعها، فبالتالي الفلاح هيقدر يكسب منه لبن، يقدر يكسب منه لحم، ويقدر يكسب منه برضه كهرباء. عطسة ثانية. هو ده سيتيز ووتر سيستم، ده نظام يحل 3 مشاكل الميه في مصر. اول مرحله احنا بنستخدم تحليه الميه بس بطريقه جديده باستخدام الضغط الجوي بدل من الحراره، فبنقدر نبخر ميه البحر في درجه الحراره العاديه. في المرحله الثانيه احنا بنعالج مشكله توزيع الميه عن طريق شبكه الكترونيه بتقيس كميه الميه، فنقدر نحدد استهلاك الانسان للميه في وقت معين. في المرحله الثالثه بنستخدم الميه المعالجه من الصرف الصحي في الزراعه، فبدلا من ان احنا نستخدم التربه نقدر نحل مشكله القمح والشعير والمحاصيل دي كلها باستخدام ميه الصرف الصحي المعالجه على مساحه كبيره جدا. طبعا احنا قسنا الجوده بتاعه الميه، الكميه بتاعتها لقيناها بتوفر في الطاقه، بتوفر في الوقت، وبتوفر في الكوست بتاعتها. فبالتالي احنا نقدر نطبق الموضوع ده على مدينه مرسى مطروح، خاصه ان هي ما عندهاش مصدر مياه دائم. يلا عشان المشروع بتاعك. يلا كده تعالى يلا كده كلنا بقى المشروع عباره عن رواية ساكنه ومستقبل تحليه المياه. احنا مشكله بحثنا ان هي نقص كميه ضخمه في الميه، وان التزايد المستمر في اعداد الوفيات اللي بتوصل ل 2.2 مليون وفقا لاحصائيات منظمه الصحه العالميه بسبب نقص الميه. قدرنا اننا نبص ان الحل الوحيد هو تحليه الميه، وبعد ما بصينا ان تحليه الميه هي مصدر متوافر وكبير بدانا نشوف مشكلاتها، لان مشكلاتها ان الطاقه الاستهلاكيه بتاعتها كبيره، الكفاءه مش عاليه قوي التقنيات الموجوده حاليا. بدانا نحل المشكلات دي، فرضنا فروض قلنا ان احنا هنحل المشكله دي بفكره الكهرباء الساكنه او الشحنات الساكنه. جبنا براد الومنيوم وعشان ما بتتاكسدش من الميه وشحناها، وبعد ما عملنا عمليه شحن وضعناها في الميه وبدانا نقيس نسبه ترسيب الملح، لقينا ان هو الجزيئات المشحونه تقدر تكسب لنا نسبه كبيره من الملح ودول استهلاك نسبه كبيره من الطاقه. ودي الفكره عموما عن المشروع. الماكيت اللي احنا بنستخدم فيه المشروع نفسه
ساعتين بيبقى متراكم عليهم شحنات، مره سالبه ومره موجب، بتجذب لنا اكبر جزء من الطايس بيصل ل 40%. بعد كده بتنزل هنا بنصب براده الالومنيوم هنا، بحيث ان هو بيعمل عمليه فصل للجزيئات الملحيه والايونات وبيبقى اقرب ليها، فبيعمل عمليه ترسيب بنسبه كبيره بتصل 98% في الجهاز كله، ودي نسبه عالميه كبيره. واحنا عملنا انشانا المحطات الحاليه استهلاكيه انشائها 250 مليون ل1 مليار دولار، ودي تكلفه كبيره جدا. احنا عايزين نقلل التكلفه، فوصلنا من الرقم ده ل 10 مليون دولار بإنتاجية ضخ 50,000 كيلو 50,000 متر مكعب يوميا. فاطمة أحمد حسنين، طالبة بالصف الأول الثانوي، محافظة الفيوم. البحث هو سريع علاج السكتة الإقفارية. الأول يعني إيه سكتة إقفارية؟ السكتة الإقفارية دي هي مجرد نوع من أنواع المرض السكتة الدماغية. السكتة الدماغية الاسم الشائع ليها هي الجلطة، والاسم العلمي ليها هو فقدان المخ أحد وظائفه، بالتالي بيحرمه إنه يحصل على كمية أكسجين وكمية غذاء مناسبة، فبيحصل موت مفاجئ لخلايا المخ. مشكلة البحث هي إن مرض السكتة الدماغية بيعتبر المرض الثاني بعد مرض الكانسر اللي بيسبب حالات وفاة كبيرة جدا، كمان بيصاب بربع مليون مصري سنويا. علاجه بتبقى نتائجها غير ملموسة تماما، لأنه بيستخدموا العمليات الجراحية في بيعالجوا المرض ده. نسبة شفائه 20%. في حتى قبل كده استخدم الأعشاب الطبية في إنه يعالج المرض ده؟ لا. عندنا من أنواع السكتة الدماغية سكتة دماغية نزيفية وسكتة دماغية إقفارية. أنا بستخدم السكتة الدماغية الإقفارية إن أنا بعالجها بطريقة إن أنا بعالجها بالأعشاب الطبية. تمام؟ من أهم عوامل حدوث المرض إن عندنا ضغط الدم بيبقى عالي جدا والكوليسترول بيبقى عالي. انت بتعالجي السكته بالاعشاب بالنباتات الطبيه. طبعا النباتات الطبيه مش هنقدر نقول النباتات دي عشان دي حمل كافي الفكريه ليكي، احنا عايزين نقول نسبه النجاح بتاع التجربه بتاعتك. يعني انت جبتي ناس عندهم السكته ديت او جربتيها على فئران. انا بدات ان انا ابحث عن العشبه اللي هتبدا تعالج عوامل المرض زي ضغط الدم والكوليسترول. لقيت نبات البردقوش ده بيقلل من ضغط الدم وبيقلل من الكوليسترول بشكل كبير جدا. كمان ذكر في الطب النبوي عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه وصفه لعلاج صداع المزمن. ده اللي انت عملتي بيه التجربه ولا عملتي عشان تاني؟ عملت له عمليه استخلاص العقار. وطلعت فعلا الماده الفعاله اللي فيه اللي انا هبدا اعالج بيها. بدات ان انا ابحث عن الماده اللي انا هحقنها في الفرع عشان تسبب له مرض السكته الدماغيه، بس بالفعل ما لقيتش اي حد استخدم ماده قبل كده عشان تسبب المرض. ودي حاجه انا خلاص عشان الوقت بس. نسبه النجاح اللي انت عملتيها كانت كام؟ وانا عملت الاول الفرع عمليا. تمام. ربطت له حاجه اسمها لايجيشن كاربيد ارتري. بعد 48 ساعه حصل له فعلا المرض. بدات ان انا احقنه بماده الاكستراكت حوالي 5 مللي لكل 100 جرام. ماشي نسبه النجاح كانت كام؟ هي نسبه النجاح لحد دلوقتي لسه ما طلعتش، بس انا بدات فعلا خطوات التجربه وبدات ان انا احقنهم بالمواد والحاجات الكافيه لان انا اطلع نتائج. يعني الفار كبر وبقى يمشي وتعالج يعني؟ هو الفار ظهرت عليه اعراض المرض وبدات ان انا احقنه بالنبات بتاعي وبدات ان هي العوامل تقل. تمام. بس لسه النتيجه النهائيه ما طلعتش. يعني انت في تصورك نسبه النجاح كام في المية؟ هل 20%؟ هل 30%؟ هل 40%؟ نبات البردقوش ليه فوائد كبيره جدا وبيعالج كمان كل عوامل حدوث المرض. تاني حاجه ان هو ذكر في الطب النبوي الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بيه، فبالتالي ده حاجه برضه احنا بنتكلم انت عاملاه عشان يعالج السكته اللافقاريه. هل فعلا حقق الهدف اللي انت حاطاه في الفرديه بتاعتك؟ هو بيبدا يبين فعلا خطوات ايجابيه لكن لسه النتيجه النهائيه مش بدايه. تمام. انا اتمنى لك التوفيق باذن الله. دي معناها خلال السنه مشروعك ده؟ خلاص قول الاسم والمشكله والحل. حضرتك انا اسمي مشروعي سمايل سيلز. عاوز اعالج ضمور العصب البصري باستخدام الخلايا الجذعيه عن طريق زراعتها في منطقه التلف، فبيحصل لها عمليه تمايز، بتتحول لنفس نوع الخليه وبتبدا بالانقسام لغايه تعوض لي التلف. التلف اللي بيحصل عندي في العصب بيكون يا في الترسمات يا في محاور الخليه العصبيه، تمام، او في الخليه ككل. فانا بستبدل الخليه التالفه نهائيا باستخدام الخلايا الجذعيه لانها بتدي خلايا جديده بتستبدل بالخلايا القديمه. يعني الاسم وممكن كذا والحلول اللي عملتها كذا. انا جبت النتيجه الصح. انا جبت واحد 416 متر بالظبط. هو انت كده
7 مليون طن طلعوا حوالي اكثر من 3000 مليون لتر، يعني معادل 64 في 10 أس 15. عشان هو اندر ايج. عشان اندر ايج؟ لا المجهود اللي عمله ده انا قلت ده هياخد جائزه خاصه يا رب، ده شيء اساسي يعني. اطمئن يعني احنا ليه 4 سنين هنا في وشغال في مدينه الحرفيين وفي الورشه. انا بقول لحضرتك هو في اثنين اللي وصلوا اكتر ناس جالهم محكمين المشروع ده، وفي مشروع تاني، فدول كده اوريدي باذن الله هياخدوا جوائز. طيب هو يكلمنا عن المشروع. هو يتكلم فين هو طالع. انا وعم رجب في معرض العلوم والهندسه انتاج مصر الخير 2014. اعمل مصور فيه مصور استنى معايا عشان انا اسكندريه. طيب عرفنا المشروع. دي ايد بتطفي الحريق بتستخدم ضغط الميه. ايد بتطفي الحريق بتستخدم ضغط الميه. تمام. قول لنا ايه المشكله اللي انت قابلتها وايه الحلول اللي انت جربتها وجبت الحل بتاعك؟ يعني ايه المشكله اللي انت بتعالجها؟ المشكله بتاعتي مثلا دلوقتي احنا عندنا المصنع ده فيه توكسيك ويست وفيه مثلا اسيدز وكده. الراجل هو بيطفي الحريق ممكن يتحرق، ممكن ينفجر، ممكن اسيد يقع عليه، ممكن يجرى له اي حاجه. فاللي هو بينقذهم محدش هينقذهم، فليه ما نعملش ايد نتحكم بيها عن بعد بتشتغل بالهيدروليك سيستم عشان تطفي الحريق. ده الحل ودي المشكله. شكرا يعني شكرا. تعالوا رقية بنت عم رجب الراجل العسل هتكلمنا النهارده عن مشروعها وتدينا كده المختصر والنبذه عنه. يلا يا رقية. المشروع بتاعي بيتكلم عن ان ازاي احمي المنازل. رقية رجب عبد الله، ثانيه ثانوي، شعبة علميه، محافظه المنوفيه. المشروع بتاعي بيتكلم ان ازاي احمي المنازل من انها تنصهر او تتدمر تحت الحمم البركانيه عن طريق ان انا اعدل في تركيب الخرسانه واضيف مواد ثانيه ليها. من اهمها ماده اسمها ماده البرلايت الانشائي. الماده دي ماده طبيعيه عباره عن صخر بركاني بتحمل درجه حراره من 1280 ل 1350 درجه مئويه. هضيفها في الخرسانه او المونه. عندي المونه بتتكون من رمل واسمنت وميه، بس بضيفها بشيل الرمل وبحطها هي، وبعد كده بستبدل الاسمنت العادي بالاسمنت الحراري 80% الومنا اللي بيتحمل درجه حراره حتى 1500 درجه مئويه، وبعد كده بستبدل برضو الطوب العادي بالطوب الحراري. كده بنها بتتحمل درجه حراره اعلى من درجه حراره الحمم البركانيه اللي هي 1200. وبالتالي انا حليت المشكله دي. او من التطبيقات الثانيه ليها ان انا ممكن استخدم ماده البرلايت دي في المنازل العاديه عشان تخليها في حاله توازن، ما استخدمش تكييفات او مراوح او دفايات. ممكن نستخدمها في المفاعلات النوويه الاندماجيه عشان درجه الحراره المنبعثه العاليه المرتفعه. وممكن كمان ان انا استخدمها في افران الحديد افران الحديد وخلافه من انصهار المواد الفلزيه. اسم محافظة المنوفية. اسمي المشروع اسمي حسن أشرف السلكاوي، محافظة المنوفية. مشروعنا اسمه مقاومة طفيل الفاروة المدمرة باستخدام وقود الكبريت الميكوني وبودرة الدم. مشكلتنا اللي فيه مرض اسمه طفيل الفاروة المدمرة. المرض ده بيصيب النحل، بيسبب له اما ظهور اطوار مشوهة لو كان على اليرقة، وبيسبب له لو كان على النحلة البالغة بيسبب لها موت النحل البالغ وضعف. احنا عملنا حل المشكله ديت، اللي احنا بعد تجارب كتير توصلنا لاستخدام الكبريت الميكروني وبودره التلج. استخدام الكبريت الميكروني لان بسم الله الرحمن الرحيم. حسن اسامه من اسماعيليه. المشروع بتاعي بيتكلم عن اجهزه الغطس. بتواجه المجتمع عندنا مشاكل في مجال الغطس. الاجهزه اللي موجوده دلوقتي بتنزل لاعماق معينه والتكلفه بتاعتها عاليه، كمان بتقعد وقت زمني قليل. بدات ادرس اجهزه الغطس، ايه هي انواعها وايه الغازات اللي بتستعملها وكل مواصفاتها. لقيت ان كل الاجهزه بتعتمد على غاز الاكسجين. بدات ادرس ازاي ان انا ممكن اوفر غاز الاكسجين من ميه البحر. لقيت ان في نظريه علميه اسمها نظريه التحليل الكهربي للميه للعالم مايكل فاراداي. النظريه ديت بتقول ان انا لو جبت الميه وخليت تحليل ومصدر كهربي بقدر ان انا افكك جزيئات الميه، الهيدروجين لوحده والاكسجين لوحده. بدات استخدم النظريه ديت في ان انا اوفر الاكسجين اللي موجود في التركيب بتاع الميه للغطاس اللي بينزل. درست الغطاس بيحتاج قد ايه في الدقيقه. بيحتاج 7 مللي لتر اكسجين في الدقيقه. حسبت
الحسابات بتاعتي لقيت ان انا ممكن اعمل جهاز غطس بيشتغل بخليه التحليل الكهربي للميه، يقعد 7 ساعات تحت الميه، باختلاف الاجهزه العاديه بتقعد 2 بس. غير كده ان الاجهزه اللي موجوده دلوقتي بتنزل لعمق 30 متر، اما انا الجهاز عندي هينزل لعمق 100 متر. زياده ان التكلفه بتاعته الاجهزه اللي بيتم شحنها اسطوانه الاكسجين بتكلفه 200 جنيه، وكمان مصادر معتمده، ونادر جدا ان انا الاقي مصدر بيشحن اكسجين. اما انا عندي الجهاز بيتشحن بطاريه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي كريم حسن كامل، محافظ الاسماعيليه، الصف الثاني الثانوي. مشكله البحث بتاعتي ان انا اختبار التاكل، عملت اختبارات على انواع من الحديد، عالجتها بمواد كيميائيه انا استخدمت المشروع ده بالذات لان لقيت ان في دفع كبير من قبل الولايات المتحده 616 مليون سنويا. ده استخدمت مواد كيميائيه، اكسيد الزركونيوم الرباعي، استخدمت HCl، استخدمت بوتاسيوم والكروم كعمليه تحفيز. خطه مستقبليه للبحث ان انا استخدم جسيمات الحديد النانويه اللي هتقدر انها تتغلغل داخل جزيئات الحديد، هتكون لي صفات جديده، اكتر لمعان، قادره على مقاومه الصدأ، اكتر صلابه. عندي مشكله البحث دي الصدأ، يعني Fe2O3. لما جيت فعلته مع ZrO2 اداني نواتج ثانويه جديده، قدر انه يقاوم الصدأ، بس في قصور في البحث بتاعي ان يمكن ازاله الطبقه بعد ان عملت تحفيز للجزيئات من خلال معالجه التحفيز التشققي، نوع من التاكل اللي انا مكتشفه. اكسيد الزركونيوم الرباعي لم يسبق لاحد انه يكتشفه قبل كده. عملت تحفيز لجزيئات الطبقه الهشه يمكن ازالتها باليد، لكن تمت معالجتها انها بزياده الفتره الزمنيه هزود الماده الكيميائيه، هتزيد قدره وصلابه الحديد، جزيئات الحديد هتمسك مع بعضها اكتر واكتر، وكده اكون عالجت مشكله الصدأ، ان انا هعالج الكباري والسيارات والماكينات المعدنيه. وبعد كده هنطلع التجربه عن حاله السايف بتاعه. طبعا عملت سهل جدا من اللعبه CH3OH هي ليها القدره. هي بتحاول تحل ظاهره الاحتباس الحراري، ودي ظاهره بتسبب مشكله للكون كله، فبتحاول بقدر الامكان هل ممكن اقدر احل مشكله الاحتباس الحراري. فهنشوف الفكره بتاعتها ازاي فعلا هل تقدر تحل المشكله دي او لا. اتفضلي. مشكله الاحتباس الحراري اكتر حاجه بتسببها ثاني اكسيد الكربون والميثان، بس الميثان ليه تاثير اكتر 25 مره من نسبه بيأثر 25 مره اكتر من نسبه ثاني اكسيد الكربون. عشان كده فكرت ان احنا نستخدمه، ان احنا ننتج تاني ماده ان هي تقضي عليه. فانا هفعل الميثان مع الهيدروجين بيروكسيد، طبعا ده هيكون في نظام مضغوط عشان تكون الفعاليه اكبر او كده. في وجود عوامل حفازه، العوامل الحفازه هتسرع من التفاعل وهتخلي كميه الطاقه اللي انا هستخدمها هتكون اقل، بالتالي هتكون التكلفه هتكون اقل عشان تنتج لي ميثايل هيدروبيروكسيد الماده وهتنتج لي كمان هيدروجين دلوقتي بقينا احنا بنحتاجه في خلايا الطاقه، عشان في خلايا الطاقه كتير جدا وبيحتاجوا ان هم يولدوه. CH3OH ديت ليها القدره كبيره جدا، هي موجوده اساسا في طبقه التروبوسفير، بس نتيجه للملوثات ده في 1980 قلت بنسبه 10%. فانا اقلل بنسبه التلوث بطريقتين. اول حاجه عن طريق ان هي تنحل الى مجموعه الفري راديكال اللي هي OH اللي هي بتتحد مع الملوثات وبتبدا ان هي تقلل من نسبتها، اما عن طريق اكسده هذه الطبقه والملوثات وبتقلل برضه من نسبتها. اسم المشكله الحل. ده مشروع ايه؟ مشروع استشعار تلوث المياه وتنقيتها. تمام، يلا كلمنا. ده بيعمل بتقنيه الاستشعار. انا اسمي عمر محمد موسى، محافظ المنيا، مركز ابو باص، صف الثاني ثانوي. ده بيعمل بتقنيه الاستشعار، بيرسل اشعاعات فوق بنفسجيه، بيقيس نسبه التلوث لو في عقاره، لو في تلوث بترتدي الاشعاعات دي، فهو بيقيس نسب الاشعاعات وبيحسبها نسب التلوث. اول ما بيحصل تلوث بيدي جهاز انذار، بيشغل الكهرباء، بيعمل اشارات، بيعمل على سحب الميه كلها الملوثه، يعمل لها عمليه فلتره. اولا بتبدا عمليه الزلطيه اللي هي الرواسب والحاجات زي كده، بعد كده الرمليه، بعد كده ازالتي شويه، بعد كده نخش بقى في الجزء الكيميائي بقى اللي هو الكلور والحديد اللي هي الاملاح المعدنيه. في جزء طبعا ازاله العنصر، في جزء طبعا تظبيط الاملاح المعدنيه. بعد كده بترجع الميه صوره نقيه تاني في الخزان، بس خزان تاني. ليه؟ لان احنا لو رجعنا الميه النقيه في الخزان اللي فيه منها المواسه الاثنين هيتلوثوا تاني. تمام؟ فهنروح اوديها خزان تاني. بعد ما يتم تفريغ الخزان اللي هو الاصلي فيه ميه ملوثه من المياه تماما، ترجع المياه نقيه ليه تاني، بحيث ان هي لو في تلوث تاني يتم استشعاره ثانيه، وبتتم عمليه التنقيه على مدار مستمر. دي طبعا احسن من فكره الفلتر اللي هي مركبه في الحنفيه العاديه. ليه؟ لان عمليه الحنفيه الفلتره في الحنفيه العاديه بتتم على مرحله واحده بس، لان هنا المرحله بتتم على مراحل متعدده، يعني عمليه التنقيه بتتم على مراحل متعدده مش مرحله واحده بس، لحد ما توصل نسبه التلوث الى 0%. طبعا في بعض التجارب هنا
جنوب الوادي. احنا عملنا بعض التجارب هناك، وكان بيحلل لي مياه معدنيه، بيحلل لي المياه اللي طالعه من شبكه الميه، بيحلل لي الميه اللي انا في الخزان نفسه بتاعت هنا. وخدت تقرير من هنا، ده تقرير بالميه اللي هي طالعه من الخزان، احسن ما يمكن، احسن من ميه شركه الميه نفسها تطلع من شركه الميه. يعني بص، نسبه العقاره 39%، هي طبيعي 1% قصدي هي 1%، بس هي 39% يعني نسبه العقاره طبعا قليله جدا في الجهاز بتاعي، ده انجاز ما حصلش. طبعا الاملاح المعدنيه هنا والاملاح الذائبه نسبه طبيعيه جدا، الكلور نسبه طبيعيه، يمكن اقل من المنسوب الطبيعي كمان، ده مفيد للجسم. تمام. في اي سؤال تاني؟ ان شاء الله هياخد جايزه ده مش هتقدر تحط تركيا ده، بس انت بتتكلم معاهم بقى انجليزي، ده ممكن المركز الاول والاساسي طبعا طبيعي لازم. Summary about it? Okay. Our project is Our project is about heating houses using friction-based heating system. We thought that we can heat houses by friction, but not the friction between solids, not the friction between gases, friction between liquids. Of course, not all of the liquids don't give heat when they're forced friction, like water, milk, juice don't give. But after a lot of search with my teammate, we have found out that hydraulic oil gives it. So we thought that we might use it at houses by using it renewably. First we pump it, send it to a hydraulic system to make it force to friction. Then after it comes out, which will be really hot, we send it to the radiators. After the radiator, the winds, when it cools down, the winds automatically open and it will go back to the tank where it has came from. So this is the main thing. Why we needed this is what was the problem that we came here was natural gas is the last thing found to heat houses. But me and my friend thought natural gas isn't enough because we have found a lot of the advantages of it. 3D advantages are it still pollutes the air. Not too much, but it still pollutes the air. We want zero pollution. If you're not the country producing the oil, the natural gas, you're depending on other countries. So we wanted to be independent on other countries. And the last thing is, let's say they will give it. You're not the country producing it, but they will give it. It will be expensive. We wanted to heat cheap. We wanted to heat without polluting air. We wanted to heat without being dependent. This is our project. عامل مشروع طالب احمد بهيج من ناسيا المدينه، عامل مشروع ازاي نولد الكهرباء باقل طاقه ممكنه، او ممكن نقول بدون طاقه. اتفضل يا احمد. هو المشروع عباره عن جزئين. المشروع بتاعي عباره عن جزئين، الجزء الاول بيبقى مسؤول عن توليد الحركه، والجزء الثاني بيبقى مسؤول ان هو الحركه دي بيستخدمها في انتاج تيار كهربي. لو هنبص هنا على الرسمه، ده الجزء اللي هو العادي الدينامو العادي اللي ما فيهوش اي مشاكل، ملف بين قطبين مغناطيس. تمام. هنا الجزء الخاص عن الحركه، انا بجيب 2 مغناطيس كده مثلا، بحط النورث بول قدام النورث بول والساوث بول قدام الساوث بول، فهيحصل اكيد عمليه تنافر. تمام. فانا هثبت واحد فيهم واحط الثاني قدامه بارلل. تمام. واخليه ثابت بس اديله مساحه حركه دائريه، فده يحاول يبعد عن ده، فمش هيلاقي مجال الحركه قدامه غير انه يلف حوالين نفسه. انا هكون اللي بيلف حوالين نفسه ده هثبته بالملف، هلحمه بالملف اللي هو في الدينامو العادي اللي جنبيه على طول، فهيلف بين القطبين، هيقطع المجال المغناطيسي، هيقطع خطوط الفيض، فهينتج تيار كهربي. انا اسمي طه احمد عاشور من محافظه المنيا. انا عامله مشروع للمكفوفين بيساعدهم في يتصلوا بالانترنت والتكنولوجيا واللابتوب والكمبيوتر والكلام ده كله. انا عامله النضاره دي فيها جهاز بروسيسور، جهاز حساس متوصل ببروسيسور. الجهاز ده بيعتمد على موجات الالتراسونيك سنسور، ده لما يقرب من حاجه يعني في مساحه معينه يدي صوت عشان ما تصطدمش بيها. وليكن مثلا
هتقرا كلمه التطبيقات. الكاميرا بتصور الكلمه، بعد كده بتدخلها على البروسيسور متبرمج عليه برامج بحيث انها تحلل الصوره دي. يعني مثلا كلمه تطبيقات تاخدها تحللها من بيكتشر لتكست ومن تكست لاوديو. هيسمع الكلمه اللي هي اتقالت دي هي سماعه الاذن. وبعدين هيجي في كاميرا هنا على فوق الراس اسمها نيروكام. الكاميرا دي اكتشفها اليابان السنه اللي فاتت واعلنوا عنها في جريده تايمز في ايطاليا. الكاميرا دي بتصور اي حاجه قدامي لو اهتمامي زاد ليها فوق 60%. يعني لو لابساها ومش شايفه وعايزه اعرف ايه اللي قدامي ده، اكيد اهتمامي ليها هيزيد فوق 60%. تبدا الكاميرا تصور اللي قدامي وتقول لي بقى ايه اللي قدامي ده. برضه بتحليل الصور هتقولي مثلا اذا كان كوبايه، ترابيزه، يعني اي حاجه قدامي هتقولها لي. كمان الكاميرا دي تقدر تساعد اللي هم مثلا عندهم سكر وعندهم ضعف في الشبكيه او عندهم مشاكل في الشبكيه عامه، تقدر تخليهم يقروا ويتواصلوا مع المجتمع. وكمان المبصرين اللي هم الاميين اللي هم ما بيقدروش يقروا، برضه النضاره دي هتساعدهم في انهم يقروا. يا ميارة هتيجي فكرتنا مش انا ميار محمد عزم، مدرسه تسنيد الاعداديه المشتركه من القليوبيه 15 سنه ثالثه اعدادي. مشروعنا ببساطة عن كرسي كهروشمسي للمعاقين بيعمل بالخلايا الشمسية. الكرسي المتحرك اللي بيستخدموه المعاقين اللي بيعانوا من شلل في أطرافهم السفلية، دي الوسيلة الأساسية عندهم للتنقل من مكان لآخر، ولا يمكنهم الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال. هم عندهم نوع من الكراسي، إما اليدوي وإما الكهربائي. الكهربائي سعره عالي قوي فوق 20,000 جنيه. فاحنا فكرنا نعمل حل وسط وفيه إمكانيات عالية. فكرنا نعمل كرسي شغال بالخلايا الشمسية، شغال طول اليوم، سعره منخفض، مريح للمعاق، ومتوفر في الدولة. بس الفكره دي مش جديده، سبقنا ليها حجر طالب كان واحد عايش في الامارات عمل كرسي شبيه بالكرسي بتاعنا، بس كان حاطط له اكتر من بطاريه، كان مستخدم الكرسي الكهربائي اللي ثمنه بيزيد عن 25,000 جنيه، مركب له خلايا شمسيه فزاد ثمنه بيزيد عن 30,000. فكان بيستخدم له اكتر من بطاريه، كان بيشحنهم بالتيار الكهربي عشان يمشي بيه بالليل. اما احنا الجديد في مشروعنا ان الكرسي شغال طول الليل والنهار، بطاريه واحده قبل الشحن. مدعميننا بتكنولوجيا النانو اللي هي بتوسع من كفاءتنا، وعلى الخليه الشمسيه طالعيننا بماده السيمبل بتاعها TDSE، وهي ماده الكاديوم سيلين. والماده دي بتعلي من كفاءه الخليه الشمسيه. احنا عرفنا الماده دي من رساله دكتوراه كانت الدكتوره بنها عندنا بتعملها عشان تاخد الماجستير بتاعها، فسالناها على الماده وعملناها في مشروعنا. واحنا كنا عاملين مكتب على اكتر من حاجه، لازم كانت الخليه الشمسيه متوصله ببطاريه قبل الشحن. كنا عاملينها على المكتب العربيه اللي تحل بيه المعرض المحلي، عربيه البطاريه قبل الشحن بتخزن عليها وبعدين بيشغلوا. احنا قسنا جهد الخليه الشمسيه انها وصلت 4.5 في مكان زي اللي احنا فيه الضوء واصل ليه. لما تخرج ورا بتجيب 6.5، مع العلم ان حجمها صغير قوي 7.5 في 10 سم. ده لما تزود على الكرسي الكبير احنا كنا عاملين الحته القريه بتاعتها تبقى 7,500، يعني مثلا يجيب 65 جنيه، السعر بتاعت الكبيره يبقى 650 جنيه. وبعدين هتجيبها تحطها في ظهر الكرسي زاويه 45 او نحطها فوق شمسيه عشان تحميه. فكرنا ان احنا نزود في السيليكون بانل اللي هتكون متركبه في ايد الكرسي اللي المعاق هيتحكم من خلالها في اتجاهاته اللي هو هيتحرك بيها، تقنيه GPS، بحيث ان هو يحدد المكان اللي هو فيه، ممكن يتصل باي ارقام طوارئ لو حصلت اي حاجه. فكرنا كمان نضيف في الطريق بين الخليه الشمسيه والبطاريه دايره رفع جهد، بحيث ان هي تزود جهد الخليه. واحيانا دايره الرفع دي بتحول 1.5 فولت لحوالي 220 فولت بمعادل 1000 واط، ودي كميه كبيره جدا تشغل كهرباء شقه. فدي هتبقى حاجه مفيده وهتحرك الكرسي اسرع كمان. شغال طول الليل والنهار. حتى بص دلوقتي ده عاملين على الموتور عربيه بنور، بعدين الموتور بيشغل والكرسي بيتحرك، بيتحط على الارض يتحرك عادي. هي دي فكره مشروعنا، كرسي المعاقين شغال بالطاقه الشمسيه طول الليل والنهار وسعره منخفض. تمام، رائع. الطالب محمد بيحاول ازاي نأمن البيت المصري من جميع المخاطر، طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها، الفوضى اللي احنا فيها. فبيقول ازاي نساعد الشرطه او ازاي نأمن البيت المصري من اغلب المخاطر اللي موجوده فيه، في عمل اكتر من مستوى لتأمين المنزل. اتفضل يا محمد. ماشي. احنا طبعا عارفين ان عندنا هنا في مصر في مشكله للامان، واحنا طبعا فكرنا في حلول كتير. لقينا انسب حل ان احنا نأمن المكان نفسه او البيت نفسه او البيلدنج نفسه. تمام كده؟ اول حاجه عملناها ان الواحد لو جه يلمس بكره، هنا في انذار وفي هنا فشل،
في صوت انذار كمان. تمام. هنا كمان اللوك ده ما يخلينيش اعرف افتح الباب غير بامر من صاحب البيت ذات نفسه. بمعنى ايه؟ ان هنا في حاجه اسمها مايكرو كنترولر، ده متوصل بالسيستم ده. بمجرد ما صاحب البيت عايز يدخل، رساله من الموبايل بتاعه على ده ماشي هيخليه يفتح اللوك هيتفتح كده. تمام. صاحب البيت عايز يخش، افرض مثلا الحرامي حب مثلا ان هو عرف بطريقه ما ان هو يفتح الباب ده مفتوح، هيبقى صوت عالي جدا طبعا. عندنا بعد كده بقى لو الحرامي دخل اللوك ده هيقفل عليه ويحبسه جوه، مش هيعرف يطلع تاني غير باذن من صاحب البيت. وفي كمان بخاخه بترش غاز منوم بحيث ان الحرامي هيغمى عليه جوه وهيبقى سهل جدا يتقبض عليه. هو مش هيأذيه بس هينيمه فتره معينه بحيث ان هو يعرف الشرطه تقبض عليه. عندنا هنا كمان في سنسور للحريق بحيث ان انا مثلا لو عندي فاير او اي حاجه هنا، المروحه دي بعد ما الحريقه بتطفي بالبخاخه اللي احنا عاملينها بتاع الميه، المروحه دي بتشتغل تمام كده وبتثبت الهواء او الدخان اللي جوه بحيث ان احنا عشان صاحب البيت لو في حد جوه ما يتحرقش او ما يتخنقش اسف من الدخانه، ولو حد داخل بره برده ما يتاذيش من الدخانه. عندنا هنا كمان في حاجه اسمها ووتر فلاد، دي في ماسوره المفروض تحت دي في الارض بحيث ان انا الموتور ده بيشتغل بمجرد ما يكون في ميه في الارض، ميه مكبوه هنا. في نفس الوقت هنا ده بيقفل الانبوبه اللي ماشيه هنا ده. تمام. طالما في عندي كده صرف الميه اصلا بتقطع عن البيت لحد ما صاحب البيت يبقى يفتحها تاني لما يحل المشكله اللي عنده. تمام كده. برضه نفس الكلام لو عندي غاز في البيت متسرب او حاجه زي كده بنقفل برضه ماسوره الغاز لحد ما صاحب البيت يحل المشكله عشان ما حدش يتاذي بس من الموضوع ده. انا ريهام طارق عبد المعبود من بنها قليوبيه مدرسه ام المؤمنين ثالثه ثانوي. ماشي. عندي ده جهاز متعدد المجالات. اول حاجه الجهاز ده انذار بتساقط الامطار. عندنا ده مكون من دايره مفتوحه، الدايره المفتوحه دي متوصله بمشبك، المشبك ده هيتعلق على الغسيل مش مبلول فما بيوصلش التيار كهرباء. اول ما قطره الميه هتنزل الماء بموتورين ضعيف فهيقوم الكهرباء فهيوصل تيار كهرباء. فاول ما قطره الميه هتنزل هيشغل
طبعا المشروع طبعا محمود من الطلبه المتميزين، و5 سنين بيعمل مشروعات، وسافر قبل كده، سافرت انت قبل كده هناك ممثل مصر، وعامل مشروع متميز جدا اللي هو اكتشاف مبكر للسرطان باستخدام العين، صح؟ اتفضل. ده نقطة جوه ورا الشبكية. اتفضل اشرح. بداية من سرطان العين نوعين. أنا اسمي آية فوزي حسين. أنا من القاهرة. مدرسة المتفوقة في العلوم والتكنولوجيا، وعاملين مشروع سرطان، يعني برنامج للكشف عن سرطان العين. بداية من سرطان العين نوعين. أول نوع اسمه انترا اوكيولار ميلانوما، بيحصل في العين كلها وبينتقل للجلد. تاني نوع اسمه ريتينوبلاستوما، وبيبقى موجود في الراتينا بس اللي هي الشبكية. احنا شغالين على ريتينوبلاستوما، هو موجود في الأطفال بس، وهو مرض جيني بينتقل عن طريق طفرة جينية، يا إما بيكون الأم شايلة المرض بس عشان جين متنحي مش باين عليها، بس بيظهر على ولادها. تمام؟ احنا بنعمل كشف معتمدين، يعني احنا فكرنا الأول في 57 هي المكان الوحيد في مصر اللي بيهتم بالسرطان والكشف عنه كده. مصر يعني الإمكانيات فيها مش عالية إن كل أب أو أم ياخد ابنه يفحصه عنده سرطان ولا لأ في البداية، بنستنى ما الكارثة تقع. فاحنا فكرنا إن احنا نعمل ابلكيشن، يعني كنا الأول بنفكر إن احنا نعمل جهاز بديل لأجهزة المستشفى عشان نكشف عن مرض السرطان. رجعنا قلنا لأ، احنا مش هنعمل حاجة هاردوير عشان مفيش في مصر إمكانيات إن احنا ننتج حاجة هاردوير بفلوس. عايزين حاجة سوفت وير عشان تبقى سهلة وتوصل للناس، ملهاش ولا حجم ولا كتلة، تكون في نفس الوقت رخيصة. فكرنا ان احنا عملنا سيرفي ولقينا معظم الشباب حاليا اكتر الناس اللي فيهم شايلين موبايلات اندرويد. موبايلات الاندرويد قررنا ان احنا نعمل ابلكيشن على موبايلات الاندرويد سمارت فونز. الابلكيشن معتمد على فكرة الفلاش، يعني حضرتك لو كنت اوضه منورة وجيت فجأة طفيت النور، تبدأ اول 3 ثواني ما بتبقاش شايف اي حاجة، بس بتيجي بعد كده تبدأ تشوف علشان النقطة السوداء دي اللي هي اسمها البيوبل تبدأ توسع، فبتغطي مساحة أكتر. المساحة دي بتخليك تشوف حاجات حواليك أكتر. تمام؟ تيجي بعد كده أنا لو جيت صورتك وأنت عينيك مفتوحة في الضلمة، يبدأ النور يدخل على عينيك لأن هي مش متأهبة إن في نور جاي، ما تلحقش تقفل تاني، فالنور بيدخل على الشعيرات الدموية المحيطة بالشبكية، ينعكس باللون الأحمر. ساعات وأنا بتصور بيبقى صورتي فيها لون أحمر، هو ده السبب. احنا لو الانسان عنده ورم يبقى الورم خلف الشبكيه بس قدام الشعيرات الدمويه، فبيعكس له اللون الابيض بتاع الورم بدل الاحمر بتاع الشعيرات الدمويه. الامجاد بقى والكود لا مش تمام. ثانية. البرنامج بيشتغل ازاي؟ العين عندنا اي بول اللي هو الجزء الخارجي او الكوره، وبعد كده الايرس، وبعد كده البيوبل. انا باجي بعمل سكان على الايرس، فكده انا بتجاهل الاي بول واللون الابيض بتاعها. بعد كده الايرس البرنامج فيه اوبشن ان انا بحدد لون العين بتاع لون الايرس، فبعمل له زي تجاهل او اجنور علشان الخط بتاع الالوان. كده بقى عندي البيوبل بيبقى فيها النقطه البيضاء بتاعت الفلاش والجزء بتاع المرض اللي هو الريتينوبلاستوما. النقطة بتاعت الفلاش بعمل لها اجنور بالسايز والرينج بتاعها، بيبقى عندي النقطة بتاعت الريتينوبلاستوما. الرينج بتاعها اللي قدرنا نحدده كان من 77 ل 210. الرينج ده كان نسبة نجاح 95%. اتفضل قلنا الاسم والمشكلة والحل بتاع المشروع، الفكرة جات لك ازاي يعني؟ وهل بتمثل قيمة عندنا في المجتمع ولا لا؟ جهاز الوقود المائي المشتعل. أنا محمد صبري عبد اللطيف، طالب ثالث ثانوي معايا، تمام؟ إدارة العجوزة. جهاز عنواني جهاز الوقود المائي المشتعل، مشكلة الوقود الحفري، تمام؟ بيناقش مشكلة الوقود الحفري والتقليل من نسبة الغاز الطبيعي وأنبوبة البوتاجاز، سواء أزمة أنبوبة البوتاجاز أو انقطاع سير الغاز الطبيعي، تمام؟ مشكلتي الجهاز بتاعي بيحل مشكلة عن طريق المية، بستخدم المية مكان الأنبوبة ومكان الغاز الطبيعي في البيت، وبالتالي النتيجة هتبقى تشغيل البوتاجازات بالمية. جهازي بيعتمد على الهيدروجين والتحليل الكهربائي للماء، تحويل المية لغاز،
تنظيم الجهاز الهيدروجين وتغيير خصائص تفاعل التحليل. في الاماكن عشان انا يعني انت عامله جهاز بحيث ان بيمنع عمليه التحرش بالانثى، تمام؟ فلازم اعرف الاماكن اللي بيحصل فيها حاجه زي شهادة الرابطة الأمريكية لعلماء علم النفس. عنوان المشروع BE-O تأثير الرسوم المتحركة المثيرة للعنف على
للطالب محمد طارق عبد الحكم حامد. في المركز الأول مشروع EV05 Water للطالبات حياة مسعد سميانة إياد مروة رؤوف. في شباب طبعا بالانجلش والكلام ده بس ما اعرفش كده مش كده علوم زي حسب المجالات اللي موجوده هم 17 بس اللي موجودين هنا ممكن يكونوا 10 ممكن يكونوا 8 يعني حسب الموضوع. Thank you.